السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. عاملين إيه يا شباب؟ النهاردة حلقة جديدة عجبتني أوي، شفتها في فيديوهات كتيرة يعني مع ناس، فأنا قلت ليه لأ ما نعملهاش. فإن شاء الله النهاردة هنعمل حلقة وهي هرد على كل التعليقات إن شاء الله اللي هي الأغلبية بتاعتها في فيديو، تمام؟ وأحاول أشرح فيها. طبعا احنا هنحاول على قد ما نقدر نرد على اهم التعليقات اللي اقدر ارد فيها، وفي تعليقات تانية ان شاء الله ممكن نبقى نشرح في فيديوهات ازاي نحل المشاكل بتاع التعليقات دي. يلا بينا نبدأ بالتعليق الاولاني، وهو بيقول محاكي البي اس 2 مش شغال معايا، لو تعرف كيف اظبطه لما اشغله يجيني رسالة خطأ. في الغالب يا صاحبي المحاكي ده فيه مشكلة، فيفضل ان انت تنزل محاكي تاني. المحاكي التاني موجود في الجروب بتاعي، خش نزله على طول هتلاقي ان شاء الله يشتغل معاك. ده سؤال تاني برضه بيقول ايه هي الدورابيلتي دي وفايدتها ايه، ولو بلصتها هستفاد بايه؟ بص يا صاحبي، الدورابيلتي عامة دي بتبقى في الهدوم وفي السلاح، وفايدتها ايه؟ انها وانت بتلعب مشغل بوت طول ما هي عالية الهدوم او السلاح ما بيتحرقش بسرعة. ولو انت مش عارف يعني ايه بتتحرق، الهدوم دي بيبقى لها معيار معين او وقت معين، ولنفترض مثلا ساعة تشغيل للبوت او ساعتين تشغيل للبوت. فمسافة ما بتشغل ساعتين للبوت بتجيب لون احمر كده وبتعوز ترجع المدينة عشان تعمل لها ريباير، تمام، عشان تشتغل معاك. فاحنا بنحط البلو لان الرقم ما بيتلعبش فيه، انما البلو اسمه الحاجه اسمه ماستر بيدي دورابيلتي، ده بيعلي الرقم بتاعها. فلما الرقم بتاعها بيعلى، بدل ما هي مثلا هتلعب بيها ساعتين او 3 ساعات تلعب 6 او 7 او 8، وبالتالي البوت مش كل شويه يرجع المدينه ويقعد يوقف ويعطل نفسه. ده سؤال برضه اسمه يعني بيقول لنا اسرار سلك رود وازاي نفك البان. للأسف البان في الوقت الحالي بيبقى على السيريال نمبر بتاع البوردة، وصعب جدا جدا ان انت تقدر تفك البان ده. بس لو انت هتشتري الباي باس تقدر طبعا هتعمل الجهاز تاني ويخش عادي، وهي دي الحل الوحيد لفك البان، لانك انت واخد بان على السيريال بتاعك. فالباي باس ده بيبقى يعتبر جهاز عن بعد، فبتقدر تخش بيه اللعبة من اول وجديد، وكده تبقى المشكلة محلولة. والباي باس بيبقى سعره في حدود على حسب الناس بتتفاوت، بس هو بيبدأ من اول $20 وانت طالع لحد 50، والاسعار بقى متفاوتة، في اللي يقول لك ده 20، في اللي يقول لك ده 30، في كده انت بتاخده بيبقى معاك مدى الحياة يعني، تمام. هنا برضو كومنت بيقول بيجيلي خطأ في الدل. مشاكل الدل عموما انا حاطط برنامج عندي على الجروب، بتقدر تخش الجروب وتنزل البرنامج ده وتسطب كل ملفات الدل، هيحل لك كل المشاكل ديت واللعبه هتخش معاك ما فيهاش اي مشكله. في هنا كومنت بيقول كيف استعاده الايميلات القديمه. استعاده الايميلات القديمه في لعبه سيلك رود بقت ماشيه بنظام غير النظام المتعارف عليه، وهو ان الايميل لما بيقعد سنين كتيرة ما بيفتحش هم بيقفلوه، فبتخش بقى تديلهم بيانات قديمة قوي، اللي هو اسم مثلا السؤال السيل اللي انت عامله وشوية بيانات كده. لو انت حافظها هتعرف ترجع ايميلك، لو انت مش حافظها كده الايميل مش هيرجع. هنا كومنت من صاحبنا بيقول لو هايبر بس الاس تي ار اكتر، مثلا 25 ليفل واي ام تي رفعه. بص يا صاحبي، هو الهايبر مش بتعني ان اي ام تي بيرفع اس تي ار، الهايبر بتعني ان هو دخل الميكس على الايميل الاساسي، بمعنى ان انت لو اس تي ار ينفع تهايبر اي ام تي، ولو انت اي ام تي ينفع تهايبر اس تي ار. الحكايه بقى حكايه الهايبره دي كلها ما تنفعش غير في الشاينيز، الايميل الصيني، لان الايميل الصيني السلاح بتاعه بيبقى فيه ماجيكال اتاك وفيزيكال اتاك، فلما انت بتهايبر بيزود في قوة الضرب.
انما الاكونت اللي هو اوروبي بيبقى السلاح بتاعه فيه لا فيزيكال بس لا ماجيكال بس، فبالتالي لو انت رفعت في الناحيه الثانيه ما فيش فيها فايده غير فايده ان الاس تي اي هيزيد او الاي ان تي هيزيد، بس مش فايده زي فايده اللي الضربه اللي هي بتاع الشاينيز الصيني، لان الصيني كل ما بتزود، ولنفترض انت اس تي ار، كل ما بتحط في هدومك اس تي ار قوه الضربه بتزيد، فانت دلوقتي حطيت اي ان تي، قوه الضربه في الاي ان تي اللي هي الماجيكات والحاجات والنكات والكلام من ده بتزيد، تمام؟ فالسيف شحنته بتحسب من الماجيكال، فانت كده قوه الشحنه بتاعت السيف بتزود في قوه الضربه، بس ايه اللي بيضرب بيه؟ السلاح، والسلاح لو هو فيه ماجيكال اتاك وفيزيكال اتاك كده هتزيد معاك، انما اللعبه السيستم بتاعها في الاوروبي هو فيزيكال بس او ماجيكال بس، فالتزويد في الاوروبي دي حاجه ما ننصحش بيها يعني. هنا صاحبنا بيقول هل متاح في الار اس بوت اوتو والك زي الاس بوت ولا لازم استخدم سكريبت؟ للاسف الار اس بوت بيبقى ما بيشتغلش غير لما تعمل سكريبت، ينفع توديه المكان وتضغط جيت كورنت وهو يلعب في المكان بس مش هيرجع المدينه ويجي تاني، فلازم انت تعمل له سكريبت تخليه يروح ويجي، ودي مشكلته بالنسبه لنا كلاعب زيه زي الام بوت. الام بوت فيه نفس المشكله، لازم عشان تلعب تروح تعمل سكريبت. طب دلوقتي انا مثلا انا بديك الفكره، بلعب انا وواحد صاحبي وقررنا نغير المكان، او قررنا ان احنا لسه بنلفل فكل شويه عمالين ننط من مكان للتاني، هل بقى كل شويه عاوز اعمل سكريبت؟ فيفضل الاس بوت او البي اتش بوت عشان هما الاتنين ما بيعوزوش سكريبتات، بيروح المكان على طول. هنا سؤال بيقول سؤال يا غالي، البت بتاعك مفتوح فيه اكتر من صفحة، هل ده خاصية في اللعبة اللي بتلعبها ولا في طريقة تقدر تفتح بيها باقي الصفحات في الحيوانات اللي بتلم؟ لا للأسف مفيش طريقة بتقدر تفتح فيها الصفحات لا في البيت ولا في اللي هو الترانس بتاع التجارة، هي بتبقى سيستم اللعبة بيبقى في جي ام عايز يرجع السيستم القديم مثلا ولنفترض في التجارة، فبيخلي فيه صفحتين او 3 صفحات او 7 صفحات. في واحد تاني جي ام بيبقى عامل السيستم بتاعه ان انت تشتغل قطعة واحدة بس، فعلى حسب سيستم اللعبة هو عامل لك ايه. برضه نفس الكلام في البيت، في بيت لعبة بتخش تلاقي البيت صفحتين، وفي بيت تاني تلاقي اللعبة بتبقى عاملة البيت صفحة واحدة، فعلى حسب اللعبة اللي انت بتلعبها. طيب هنا سؤال بيقول ايه الحل؟ السبوت عندي بيلم حاجات انا اصلا مش محددها في البيت. هو دي صعب تحصل ان انت تكون مش محدد حاجة في الاس بوت وهو الايميل البيت يلمها لوحده، فانا اتخمن ان انت ممكن تكون عامل للبيت ومخليه يلم كل حاجة في اللعبة فبالتالي بيروح يلم، انما المفروض ان انت تكون عامل للبيت اوف في اللعبة وتظبط الاعدادات في البوت فهو يروح يلم من غير ما تبقى عامل له اون. ده سؤال من صاحبي وحبيبي واخويا احمد كولا، هو الوحيد اللي احنا قلنا اسمه لانه هو ده يعني صاحبي قوي واتعرفت عليه ويعتبر هو المدير بتاع الجروب بتاعنا. فهو بيقول هنا ممكن سؤال، عاوز اعرف لو انا عاوز العب سبير هايبر احط كام نقطة اس تي ار وكام نقطة اي ان تي في كل ليفل اجيب؟ طيب زي ما احنا ما قلنا قبل كده السبير بيبقى عموما له طرق لعب، وطرق اللعب دي بتختلف من سيرفر للتاني، في سيرفر بيعوز السبير يهايبر، في سيرفر تاني ما بيعوزش السبير يهايبر، فعلى حسب السيرفر عامل الدمج قد ايه وبعد كده انت اللي بتحدد. بمعنى ان في سيرفر الدمج بيبقى عالي قوي على الاكونت سواء اس تي ار سواء اي ان تي، هو متحدده بالشكل ده، فبالتالي انت بتعوز ان انت تهايبر عشان تستحمل شويه. في مثلا سيرفر تاني بيبقى عامل ان الدمج يعني مش قوي قوي والسبير بيستحمل من غير ما هيبرله، فبالتالي يبقى طبعا بيور اي ان تي السبير الافضل والاقوى. انت بيبقى نفسك من جواك ان انت ما تهيبرش لان ضربه السبير وهو مش مهيبر بتبقى كويسه جدا وقويه جدا، بس اللي بيخليك تهايبر ان انت الدمج في السيرفر عالي فساعات بتموت بالسنو بتاعتك
مش بقى قصة ان انا استحمل والسنو تضيع مني، فلما تضيع مني هموت. لا، ده انت كمان بتموت بالسنو، ودي حاجة نادرة جدا انها تحصل للاي ان تي للاي ان تي وهو رافع سنو. فمتى ما عمل كده، لا كده في خلل بقى، ان ازاي انا اموت بالسنو؟ لازم السنو تخلص عشان احس ان انا قوي، وبالتالي اللي قصادي اصلا كده كده المفترض ان هو هيموت قبل ما السنو تخلص. فاحنا بنعمل هايباور عشان نعادل بس الدمج بتاع اللعبه، مش يعني الفكره مش ان انا هايبر وخلاص في اي سيرفر انزله. الفيديو لحد هنا خلص. انا اتمنى ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير ونقعد مع بعض وقت اكتر. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش اهم حاجة اللايك والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، والكومنت اللي بيشجعني. ولو عايز تدعم القناة بتاعتي هتلاقي الرقم ده فيه اورنج كاش تقدر من خلاله تدعم القناة. وانا بشكر جدا الناس اللي هي بتحاول تساعدني وتحاول تدعمني عشان دايما نحاول نقدم حاجات جديدة وحاجات بشكل افضل. برضو عايز انوه او اسال لو في حد من حبايبنا معاه شحن البي اتش بوت ومعاه جهاز فاضي مش محتاجه، يقدر يبعته لنا عشان نعمل عليه فيديو يعني وكده. شكرا، سلام عليكم.